اهلا بيكم في قناه موفي كينج. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم الملخصات الجديده. فيلمنا بيبدا بواحد اسمه توماس بيلاقي نفسه في اسانسير غريب، ولما بيتفتح بيلاقي شباب كتير حواليه وبيساعدوه يطلع، فبيسيبهم وبيطلع يجري في المكان وبيلاقي انه محاط باسوار ضخمه، وبعدها بياخدوه بيرموه في الزنزانه وبيجي له واحد اسمه قلبي وده يبقى القائد، وبيساله عن اسمه فبيقول له انه مش فاكر اي حاجه، فبيرد عليه ان ده عادي لان كل اللي وصلوا قبله ما كانوش فاكرين، بس كلها يومين وهيفتكر اسمه بس. وبيخرجه بيعرفه على المكان وبيقول له ان كل شهر بيجي واحد جديد وكل فتره بتجيلهم مؤن وما يعرفوش مين اللي بيبعتها، وانهم عاشوا مع بعض وعملوا المدينه اللي هم فيها دي، وعلشان يعيشوا لازم يكون في بينهم ثقه تامه والا النظام هيبوظ، وبيحذروا انه يخرج بره الاسوار مهما حصل. وبعدها بيوديه لاخر واحد وصل قبله واللي اسمه تشاك، وبيطلب منه يظبط له مكان ينام فيه، وبيقول له تشاك ان ممنوع على اي حد يخرج بره الحائط. وبعدها بيشوف اتنين جايين من بره اسمهم بين ومينو، فبيسالوا هم مين دول، فبيعرفوا انهم معروفين بالعدائين ومهمتهم يدخلوا المتاهه اللي ورا الحائط علشان يدوروا على اي سبيل للخروج. فبيحاول توماس ان يدخل المتاهه بس بيجي واحد اسمه جالي وبيضربه، وبيقول له ان ورا الحائط مش للضعفاء اللي زيه، فبيتخانق مع توماس وبيسالهم مش عاوزيني اخرج ليه، وفجاه الباب بيتقفل وبيقول له جالي المره الجايه هسيبك تموت، وبيرحبوا بيه كلهم في جلايد. وبالليل بيقعدوا كلهم مع بعض وبيجي له واحد اسمه نيوت واللي يعتبر نائب القائد، وبيعرفوا ان محدش ينفع يروح للمتاهه بالليل لان اي حد بيفضل هناك بيموت، وان اللي بيدخلوا مجموعه العدائين وبس، وانهم بيدوروا على مخرج من 3 سنين ومفيش اي فايده، ولو اتقفل عليهم الباب مش هيرجعوا مره تانيه، خاصه ان في وحوش في المتاهه اسمهم الجريفرز بتخلص عليهم. وبعدها بيعرفوا على كل حاجه وكل مجموعه، فبيقول له توماس انه عاوز يكون من العدائين، بس بيضربوا جالي وبيقول له ينزل قدامه في المصارعه الاول، وبيضربوا جالي جامد جدا لغايه ما توماس بيقع وبيفتكر اسمه، وبيكون فرحان انه افتكر حاجه وبيحتفلوا بيه كلهم. وتاني يوم بيطلب منه قلبي يكتب اسمه على الصخره زي الباقي، وبيشوف توماس اسامي ناس مشطوبه وبيفهم انهم ماتوا، وبيقول له قلبي ان اللي عاوز يعمله هيتسبب في مشاكل ويا ريت ما يعملش اي حاجه. وبعدها بيروح توماس لنيوت علشان يساعده في الزراعه، وبيعرفوا نيوت ان مفيش اي طريق للخروج من جلايد غير المتاهه، وبيطلب منه يروح يجيب سمات من الغابه، ولما بيوصل بيظهر له بين وبيجري وراه وبيقول له انه هيموته لانه هو السبب، فبيهرب منه توماس وبينادي على اي حد يساعده، وبيجروا كلهم عليه وبيضرب نيوت بين قبل ما يقتل توماس. وبيعرفوا ان بين اتصاب بلدغه من الجريفرز، فبيأمرهم قلبي يحبسوه لغايه بالليل، وقبل ما البوابه بتقفل بيطلعوه بره الغابه وبيشطبوا اسمه من على الصخره. وبعدها بيصحى توماس مفزوع من النوم لما بيشوف واحده بتنادي عليه في الحلم، وساعتها بيشوف قلبي دخل المتاهه، فبيسأل نيوت هو ازاي دخل وهو مش من العدائين، فبيرد عليه انه كان بيشوف بين وصل لحد فين، وبعدين هو عارف كل حاجه وبيعمل الصح بس لانه اول واحد وصل وفضل لوحده شهر، ولما بدأوا يوصلوا فهم انه لازم يعمل نظام. وبالليل بيجي وقت وصول للعدائين بس محدش منهم بيوصل، فبيقلق كل اللي في المكان وبيقف عند البوابه، وبيشوفوا مين وهو شايل قلبي وبيحاول يخرج فبيشجعوه كلهم، لكن البوابه كانت هتقفل فبيدخل لهم توماس بسرعه علشان يساعدهم. البوابه بتقفل عليهم هما الثلاثه، وبيعرفوا مينو ان قلبي اتلدغ وهو ضربه بصخره علشان يفقدوا الوعي، فبيقول له توماس انهم لازم يخبوه من الجريفرز، وبيفضلوا يرفعوا فيه فوق الحيطه، لكن بيوصل جريفر فبيهرب مينو، لكن توماس بيستخبى تحت الجدار، وبيكتشف ان الجريفرز فيهم جزء آلي، وبعد ما بيمشي بيربط قلبي وبيطلع يدور على مينو، لكن فجاه بيلاقي ماده لزجه بتنزل عليه وبيلاقيه الجريفر فبيهرب منه لغايه ما بيوقعه في شبكه من النبات، وبيجي له مينو وبيعرفوا انهم لازم يهربوا لان المتاهه بتتغير، لكن توماس بيفضل مستني الجريفر علشان يقرب منه، وساعتها بيجري بسرعه والجريفر بيموت لان الجدار قفل عليه. وتاني يوم بيكونوا مستنيينهم قدام البوابه، ولما ما بيظهروش بيفقدوا الامل، بس بيظهر مينو وتوماس وهم شايلين قلبي وبيقدروا يخرجوا، وبعدها بيعملوا اجتماع لكل اللي في المكان، وبيطلب جالي منهم يعاقبوا توماس لانه خرق القوانين، لكن مينو بيدافع عنه وبيقول له ان لولا كانوا ماتوا، وبيطلب منهم ان توماس يكون عداء معاهم. بس فجاه بيسمعوا صوت الاسانسير في وقت مختلف عن ميعاده، وبيلاقوا بنت موجوده وفي ايدها ورقه بتعرفهم انها اخر واحده هتوصل، وبتصحى البنت وبتقول توماس وبيغمى عليها تاني، فبيتاكد كل الموجودين ان ليها علاقه بيه، وبيقرر توماس يرجع المتاهه يمكن يلاقوا اي حاجه في الجريفر الميت، وبيروح معاه مينو وكم واحد غيره، وبيلاقوا فيه جهاز اشاره مكتوب عليه رقم 7 واسم الشركه اللي بتبعت المؤن، وبيعرفوا نيوت باللي حصل لانه بقى القائد، وبيكون جالي متعصب لان توماس ما اتعاقبش، فبيأمرهم نيوت يحبسوه لمده ليله وتاني يوم هيكون عداء. وقبل ما يتحبس بيروح توماس مع مينو المقر العدائين، وبيوريه مينو تصميم المتاهه اللي وصلوا له، وبيعرفوا ان مفيش طريق للخروج، وانهم قالوا ان المتاهه اخرها باب الخروج علشان محدش يفقد الامل، بس في 8 بوابات في المتاهه وكل يوم بوابه واحده بس بتفتح. وقبل ما يكملوا كلامهم بيجي 2 يبلغوهم ان البنت صحيت وعامله مشاكل، فبيروح توماس وبيقنعها انها تتكلم معاه، وبتقول له ان اسمها تيريسا ومش فاكره اي حاجه غير اسمها، وبيعرفها ان كل الموجودين زيها، وبيقول لها انه حلم بيها قبل كده،
وسمع واحده بتقول ويكد كويسن، فبتعرفه ان هي كمان حلمت نفس الحلم، وبتديله انبوبتين عليهم اسهم ويكد، فبيعرف ان ده مصل وبيروحوا يدوه لقلبي. وبعدها بيتحبس توماس في الزنزانه وبيجيب له تشاك اكل وشرب علشان هيحتاج طاقه لتاني يوم. وتاني يوم بيروح توماس ومينو بسرعه لمكان البوابه السبعه، وبيستغربوا لما بيلاقوها مفتوحه، وبيسمعوا صوت اشارات طالع من جهاز الجريفر وبيعلى كل ما بيقربوا، فبيمشوا مع الاشاره لغايه ما بيلاقوا باب مختلف مفتوح، وساعتها بيطلع ليزر بيعمل لهم مسح. ولما بيعرف انهم مش الجريفر بيطلق امر باغلاق المتاهه، فبيحاولوا يهربوا باقصى سرعه لحد ما بيوصلوا اخيرا. وساعتها بتجيلهم تريسا وبتقول لهم ان قلبي فاق، فبيروحوا له وبيقول له توماس انهم لقوا طريقه للخروج اخيرا، لكن قلبي بيعيط وبيقول له ان مفيش اي طريق للخروج وانهم مش هيسمحوا بده. فبيسالوا انت بتقول كده ليه اصلا؟ فبيعرفهم انه افتكر كل حاجه وان توماس كان المفضل عندهم، وبيسالوا انت ايه اللي جابك هنا؟ وفجأة بيسمعوا دوشة جامدة بره، فبيطلعوا يشوفوا ايه اللي حصل، وبيكتشفوا ان البوابات ما قفلتش رغم ان الليل قرب، وبيسمعوا صوت قوي جدا وكل البوابات بتتفتح مرة واحدة، والجريفرز بيظهروا وبيهجموا على كل الموجودين، فبيجروا في كل مكان علشان يقدروا يهربوا، وبيتقسموا مجموعات، ومجموعة توماس بتهرب مع إلبي، بس بيقدر واحد من الجريفرز انه يمسك تشاك ويسحبه، لكن إلبي بيقرر يضحي بنفسه علشان ينقذه، وبيكسر الحقنة اللي بيلدغ الجريفر بيها، وقبل ما يتسحب بيطلب من توماس انه ينقذ كل اللي معاه، فبيقرر توماس انه يحقن نفسه بالحقنه، وبيطلب من تريسا تديله المصل بعدها، وفعلا بيبدا يفتكر اللي حصل، وبيشوف محمل كبير وهو وتريسا كانوا شغالين فيه، وبعد فتره اعترض على استخدام البشر في التجارب فاتبعتوا هما كمان للجلايد، وبعدها بيفوق توماس وبيلاقي نفسه في الزنزانه مع تريسا، وبيعرفوا نيوت ان جالي سيطر على المكان، واقنع الكل يسمعوا كلامه. والجريفر رجعوا بعد ما خلصوا على شويه منهم، وبيقول لهم توماس انهم مش في غابه ولا متاهه، ده مختبر تبع شركه ويكد، وان هو وتريسا كانوا بيشتغلوا مع الشركه، وانه السبب في كل اللي بيحصل لهم. فبيرد عليه نيوت ان مش وقته الكلام ده، المهم دلوقتي يساعدوهم علشان يخرجوا من المكان، وبيعرفوا ان جالي ناوي يرميهم في المتاهه علشان الجريفرز يخلصوا عليهم يمكن البوابات تقفل. فبيعمل توماس نفسه مغمى عليه لحد ما بيوصلوا للبوابه، وبيضرب الاتنين اللي ماسكينه وبيسيطروا على جالي، وبيخرج توماس واللي معاه للمتاهه، وبيلاقوا جريفر فبيهجموا كلهم عليه وبيقتلوه، بس بيظهر جريفرز تانيين فبيهربوا منهم لغايه البوابه، وبيحاولوا يمنعوهم من دخولها، وبيقدر تشاك وتريسا انهم يفتحوا البوابه بسرعه، فبتنزل الاسوار على الجريفرز وبتخلص عليهم، وبعدها بيدخلوا كلهم لممر طويل جدا في نهايته باب الخروج. ولما بيخرجوا بيلاقوا نفسهم في المختبر، وبيلاقوا كل الموجودين مقتولين، وبيشوف نيوت كاميرات كانت بتصور كل اللي بيعملوه في جلايد، وبيشغل توماس فيديو وبتظهر فيه الدكتوره ايفا بيج، وبتقول له انها تبقى مديره المختبر ومهمتها حمايه العالم من الكوارث العالميه، وانها بتعمل الفيديو ده للشباب اللي هيوصلوا للمختبر في يوم من الايام، وبتعرفهم انهم كانوا بيعملوا لهم اختبار علشان يعرفوا هيقدروا يعيشوا مع العالم الجديد ولا لا، لان العالم اتدمر بسبب العواصف الشمسيه اللي حرقت الارض وكل مظاهر الحياه، واللي بسببها مات مليارات من البشر. وبعدها انتشر في الكوكب فيروس غريب بيأثر على المخ، وهو نفس الفيروس اللي كان موجود في الجريفرز، بس بعد فتره اتولد مجموعه من البشر قدروا يقاوموا الفيروس والكوارث وهم منهم، وانهم حطوهم في اختبارات علشان يدرسوا تاثير الفيروس والعلاج عليهم، وكمان بيفحصوا دماغهم كل فتره علشان يعرفوا هم ليه قدروا يقاوموا الفيروس ده. بس للاسف ظهر مجموعه من الناس اللي عرضت كل افكارهم، وفي الاخر بتقول لهم لو بيشوفوا الفيديو ده يبقى لازم يعرفوا انها النهايه، لان المعارضه هجمت على المختبر وهي هتنتحر، وبتطلع مسدس وبتقتل نفسها، وبيشوفوها فعلا على الارض ميته، وبيتفتح باب جديد علشان يخرجوا منه، بس بيوصل جالي وهو ماسك مسدس وبيبان عليه انه اتلدغ، وبيقول لهم محدش هيمشي من المكان ده، وان توماس هو السبب في كل اللي حصل لهم. فبيرمي عليه مينو رمح، فبيطلع منه رصاصه بتيجي في تشاك، وبيموت تشاك على ايد توماس اللي بيفضل يعيط عليه. وفجأة بيوصل مجموعة مسلحة بتنقذهم، وبيركبوهم طيارة هليكوبتر، وبيشوفوا المتاهة من فوق لأول مرة. وبعدها بنشوف دكتورة إيفا عايشة، وإن الفيديو ده كان تمثيلية علشان يصدقوا إن ويكد كويسن الجانب الطيب من الصراع، وساعتها هيبدأوا المرحلة التانية من الاختبارات. وفي الآخر بنشوف العالم وهو متدمر تماما. ودي كانت نهاية فيلمنا النهاردة، وإن شاء الله نتقابل مع ملخص جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديدة.